حكاية صداقة تنتهي بخيانة بشعة. وعلى رأي المثل: احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة، لأن الطعنة مش بتيجي غير من أقرب الناس ليك. ومش هبالغ لو قلت إن دي أصعب قضية اشتغلت عليها، وصعوبتها كانت في تفاصيلها. وحتى بعد ما القضية اتحلت كان لسه فيه لغز اسمه ليه. أنا وكيل النيابة زكريا، اشتغلت على قضايا قتل كتير جدا، وبفضل ربنا قدرت أحلهم رغم التعقيدات والبشاعة اللي كنت بشوفهم. لكن القضية دي كان فيها لغز لحد النهاردة ما قدرتش أفهمه. والبداية كانت لما جالي بلاغ عن جريمة قتل شاب في الثلاثينات من عمره. التقارير الأولية بتشير إن المجني عليه لقوه مخنوق وملفوف في ملاية السرير ومرمي جوه الدولاب. خدت آخر نفس من السيجارة، وبعدها سحبت مفاتيح عربيتي واتحركت على العنوان، واللي كان شقة في منطقة شعبية وسط حارة ضيقة. ركنت عربيتي ودخلت البيت على طول. الريحة كانت بشعة وجايبة لحد آخر الشارع. تمالكت نفسي علشان أشوف شغلي، وبعد نظرات أولية للبيت ما لقيتش أي آثار لمقاومة، والبيت كمان مترتب وحتى الشبابيك تمام. لكن لفت نظري شباك الحمام اللي كان شبه مخلوع. أعتقد القاتل دخل منه بعد ما كسره، وبعد ما خدت نظرة اتأكدت من سهولة الدخول من الشباك ده، نظراً لأنه مقارب للأرض، وكمان في ظهر البيت اللي تقريباً ما فيهوش غير شوية طرنشات بتجمع فضلات الحارة. قربت بخطوات ثابتة للأوضة اللي فيها المجني عليه. الريحة كانت بتزيد، ريحة عفن ناتجة عن التحلل. لبست الجلافز وكشفت الغطا من على الجثة. لمحت آثار لصوابع على رقبة المجني عليه. وقبل ما انده على فارس ضابط المباحث، طلبت فرق الطب الشرعي والجنائي علشان آخد منهم تقرير مبدئي عن اللي حصل. وبعدها خرجت من الأوضة بعد ما غطيت الجثة مرة تانية. لقيت فارس في وشي، وقبل ما اتكلم سمعت صوت دوشة، ومن نظرتي له فهم وطلب من العساكر تبعد الناس اللي اتلمت. بعدها عرفت منه الشخص اللي بلغ واللي كان متحفظ عليه. جه ووقف قدامي. ملامحه كانت حادة، ورغم كده كان بيبكي بحرقة وهو بيقول: يا خسارة شبابك اللي راح هدر يا صاحبي. حطيت ايدي على كتفه وانا بقول: استهدى بالله واقعد علشان محتاج اسألك كام سؤال. انا عارف ان الوضع ما يسمحش، لكن لابد منهم، ده لو عايز حق صاحبك يرجع. رفع وشه ليا، بعدها بص للأرض من تاني وقال بصوت مبحوح: تحت أمرك يا فندم، أنا مستعد أعمل أي حاجة علشان حقه يرجع. اسمك وسنك؟ فتحي الصواف، 39 سنة. قل لي يا صواف، اكتشفت الجريمة ازاي؟ قطعني فارس وهو بيقول: بعتذر منك يا باشا، دي بطاقة المجني عليه، لقيناها وقع على الأرض ومفيش أي أثر للموبايل، أعتقد القاتل خده. خدت منه البطاقة وعرفت إن اسم المجني عليه عزام محمد. بعدها بصيت لفتحي وقلت له: ها، قل لي بقى اكتشفتها ازاي؟ مسح دموعه وقال: الله يرحمه يا عزام، الله يرحمك يا صاحبي. وحد الله وقل لي، عزام ما كانش له أعداء؟ مسح دموعه وقال بصوت حزين: أعداء إيه سعادتك؟ ده سمعته كانت سابقاه في الحارة، والكل عارف إن ما كانش بيطلع له صوت. ده الله يرحمه لو اتحط على الجرح يطيب. تمام يا فتحي، شايف العسكري اللي هناك ده؟
هتروح له وتسيب له شوية بيانات عنك، بعدها تتفضل انت، ولما احتاجك هبعتلك. بعد ما خلصت معاه طلبت من فارس يعمل لي شوية تحريات عن عزام ويفرغ لي الكاميرات لو فيه. وبعد 10 دقايق دخل دكتور ياسر من الطب الشرعي وإيناس أخصائية الأدلة الجنائية. رحبت بيهم وعلى طول محدش ضيع وقت وكله بدأ يشوف شغله. الأول بدأ في فحص الجثة، واللي حسيت إن وشه اتغير لما شاف حاجة. سألته بفضول: في حاجة ولا إيه يا دكتور؟ أيوة يا فندم، المجني عليه محفور على بطنه بآلة حادة اسم لشخص. اسم مين؟ اتنهد وقال: هدى، مكتوب هدى. طلعت دفتر الملاحظات ودونت التفصيلة دي. بعدها سألته: طب في آثار لمقاومة؟ مفيش أي علامات تدل إن المجني عليه قاوم، وفي احتمال كبير إنه اتخنق وهو نايم. مش هقدر أعرف أي حاجة تاني غير بعد التشريح. تمام يا دكتور. سبته وخرجت من الأوضة. لقيت فريق الأدلة الجنائية بيرفعوا البصمات وبيصوروا المكان. قربت من إيناس وسألتها: في حاجة ظهرت؟ البيت ما فيهوش علامات لفوضى، وده يدل إن ما حصلش مقاومة. وكمان ما فيش غير شباك واحد مكسور والباب. الشباك ده اللي دخل منه قاتل، ورفعنا البصمات اللي عليه. والباب اللي دخل منه الشخص اللي اكتشف الجريمة، وبرضه رفعنا البصمات اللي عليه. وبعد ما قدرنا نفحص البيت كله مفيش أي بقع دم ولا حتى آثار لفوارغ طلقات، لكن لقينا مخدة عليها بقع مية، في احتمال يكون القاتل استخدمها في ارتكاب جريمته. بالنسبة لمتعلقات المجني عليه كلها في مكانها ما عدا الموبايل، يعني الهدف ما كانش سرقة، وأكيد القاتل خد الموبايل علشان يخفيه. في احتمال يكون حصل تواصل بينهم من خلاله قبل ما ينفذ جريمته. لو الهدف ما كانش السرقة يبقى في احتمال يكون انتقام، لكن انتقام ليه؟ ده اللي لازم أعرفه. ده احتمال كبير يا فندم، نظراً للاسم المحفور على الجثة. أكيد الاسم ده وراه سر، والسر ده أنا اللي هعرفه. عظيم يا إيناس، هستنى منك التقرير النهائي. بعد كلام إيناس كده احنا قدام جريمة قتل مكتملة الأركان، ولو الغرض ما كانش السرقة يبقى أكيد في حاجة دفعت القاتل ينفذ جريمته، وده اللي لازم أعرفه في أسرع وقت. واسم هدى ده أكيد وراه سر، ومعايا مفيش سر بيستخبى كتير. خرجت من البيت بعد ما الجثة طلعت على المشرحة، وقبل ما اركب عربيتي سمعت صوت خبط وتخبيط جوه شقة قريبة، صوت الإزاز بيتكسر وكراكيب بتقع. قربت بهدوء وخبط 3 خبطات. بعدها خرج لي شاب لابس فانيلا حمالات وباين عليه سكران طينة، وده عرفته من عينيه وطريقة كلامه لما قال: أيوة، مين بيخبط كده؟ زقيته ودخلت بهدوء، وبعد ما وقع على الأرض حاول يصلب طوله لحد ما قام وقال بتلعثم: اقف عندك وقول لي انت مين. ما تقف عدل يا ابني، انا يونس وكيل النيابة، وجاي اسألك كام سؤال بخصوص جريمة القتل اللي حصلت في الشقة اللي قصادك. ياه، وكيل نيابة، مش تقول كده من بدري؟ اقعد يا باشا. تشرب ايه؟ انا عايزك تقوم تغسل دماغك كده وتصحصح معايا الاول، بعدين نشوف موضوع الاكل والشرب ده. حاول يقف لكنه وقع على الارض. اتكلمت بعصبية وقلت: ما تفوق يلا. سند على الكنبة ودخل غسل دماغه ووشه، وبعد ما بدأ يستعيد جزء من وعيه اتعدل في قعدته وقال بتهتها: أمرني سعادتك. من كام يوم ما سمعتش أي صوت خبط جاي من ناحية بيت عزام، أو حتى شفت حد بيتردد عليه الفترة الأخيرة. عزام مين؟ ولعت سيجارة وطلعت دخانها بضيق وأنا بقول: شكل كده يومك طويل. عزام جارك؟ عزام. لا يا باشا، ما سمعتش. طب تعرف ايه عنه؟ يا باشا، أنا الراجل في حالي ماليش دعوة بحد ومعرفش حاجة عنه. طب ما لاحظتش أي تصرفات غريبة منه اليومين دول؟ لا يا فندم. قمت وقبل ما أمشي سمعته بيتكلم، لفيت وشي وقلت: لو عايز تعرف حاجة يا باشا مفيش غيرهم، الولا فتحي وأبانوب، دول اللي يعرفوا كل حاجة عنه.
لأنهم أصحاب وكانوا واكلين شاربين نايمين صايعين مع بعض. صايعين؟ تمام يا سيكا يا باشا، اسمي سيكا للدغ. ماشي يا للدغ. ركبت عربيتي واتحركت للمكتب، ولما وصلت طلبت من فارس يعمل لي تحريات عن الثلاثة، عزام وأصحابه وعلاقتهم ببعض. بعدها فتحت دفتر الملاحظات وحطيت اسم كل واحد في خانة والرابط بينهم. هدى. أكيد هيظهر خيط نمشي عليه، واحتمال كبير العيال دي يكون عندها معلومة توصلني بالقاتل ده لو ما كانش واحد فيهم اللي عملها بسبب خلاف مثلا. وبعد مرور 4 أيام دخل دكتور ياسر وفي إيديه التقرير. طلبت منه يقعد، وبعد ما أخد نفسه وقلت له: ها يا دكتور، في جديد؟ للأسف لا يا فندم، زي ما قلت لسيادتك قبل كده، المجني عليه اتخنق وهو نايم ببطانية، وآثار السحاجات اللي على رقبته ناتجة عن تخوف من الجاني يكون ما ماتش، فحب يحط لمسة كتأكيد. طب وتوقيت الوفاة تقدر تحدد حصلت امتى بالظبط؟ بص يا فندم، أنا ما أقدرش أقول امتى بالظبط، بس أقدر أحدد المدة الزمنية تقريبية. تمام. قول لي وصلت لإيه؟ من الفحص ومن حالة التعفن وانتفاخ البطن وتلون الجلد، الوفاة حصلت من 4 ل5 أيام من يوم اكتشاف الجريمة. 4 ل5 أيام؟ أنت متأكد؟ أيوة يا فندم، العلامات كلها ماشية مع الوقت ده. التيبس الرمي اختفى تماما، البقع الرمية ثابتة ومجتمعة في الأماكن اللي الجثة فضلت عليها، وكان في نشاط واضح ليرقات الحشرات من المرحلة التانية، ودي ما تظهرش غير بعد 2-3. كل ده بيقول نفس الحاجة، الوفاة من 99 ل120 ساعة تقريبا. تمام، متشكر جدا يا دكتور، أستاذن سيادتك. اتفضل. صوت رن التليفون. صباح الخير يا زكريا بيه، عملت ايه يا فارس؟ في جديد؟ ايوه يا فندم، من تحرياتي اتأكدت ان الثلاثة على علاقة ببعض، لكن حصل خلاف بينهم من فترة وكل واحد شاف حياته من بعدها. يعني كده فتحي كان بيكذب؟ ايوه يا فندم، واللي اتأكدت منه ان فتحي وعزام دبوا خناقة مع بعض لرب السما، ووصلت لمد الايد والتهديد بالقتل، ويومها فتحي اتعور في صدره بآلة حادة. ولما سألت الجيران أكدوا إنهم شافوا فتحي بيراقب عزام من فترة ما بعد الخناقة. وكان إيه سبب الخناقة؟ للأسف محدش يعرف. هم فجأة كانوا قاعدين بيتوشوشوا سوا وصوتهم عالي بأبشع الألفاظ. عظيم، ابعت هاتلي فتحي لأن الموضوع شكله كبير، وهنعرف منه سبب الخناقة وقبلها سبب كذبه. تمام يا فندم. وبالنسبة لموضوع الكاميرات، للأسف مفيش ولا كاميرا مغطية الحارة. طب وأبا نوب عرفت إيه عنه؟ عيل شمام سعادتك وله سابقة، لكن الغريب إنه مختفي من مدة طويلة ومحدش عارف يوصله. يعني إيه محدش عارف يوصله يا حضرة الضابط؟ تقب وتغطس ويكون قدامي، وقبل منه عايز فتحي هنا في أسرع وقت. أوامر معاليك يا فندم. قفلت معاه، ومن ضيقي حرقت أكتر من سيجارة ورا بعض لحد ما حسيت إن دماغي فصلت. فركت عيني بإيدي وشربت شوية مية في محاولة أخيرة في مجاراة النوم. وبعد ما أعصابي هديت قلت لنفسي: يا ترى حكايتك إيه يا فتحي؟ ولو أنت اللي عملتها، ليه تكتب اسم هدى على جسم صاحبك؟ ومين هدى دي؟ كل الكلام كان بدون دليل، لكن أنا عندي أكتر من دافع قوي للقتل. الخناقة والندبة والتهديد ده خيط قوي ممكن أمشي عليه، ومفيش كام ساعة تمر والخيط يطلع ضعيف هش، لأن جالي بلاغ بمقتل فتحي. حسيت إن الدنيا بتدور بيا، رغم إني متعود على المفاجآت في جرائم القتل، لكن المرة دي كانت مختلفة بسبب إن كان عندي يقين إن فتحي هو اللي عملها. كده القاتل بدأ يلعبني، ولما حس إني هسبقه بخطوة أخد مبادرة ونجح في تنفيذ تاني جريمة. خدت العنوان من فارس، ولما وصلت كانت الساعة 10 بالليل. بيت صغير في منطقة صحراوية، جو مناسب للظفر بشخص بدون ما حد يحس. وعلى عكس الجريمة الأولى، الجريمة دي كانت أبشع لدرجة إني قعدت شوية على ما استوعبت اللي حصل. المجني عليه كان مربوط في كرسي بسلك حديد وجلده دايب،
لأن القاتل حرقه وهو حي. المعاينة كانت بشعة لأقصى حد، لكن وقفت عند حاجة معينة: اسم هدى مكتوب على الحيطة بلون أحمر دموي، أعتقد بدم فتحي. الموضوع اتعقد، والخيط اللي كنت همشي عليه اتلف حوالين رقبتي وبيخنقني. طلبت الطب الشرعي والجنائي علشان آخد تقرير مبدئي، وكملت معاينة للمكان، لكن ما قدرتش أوصل لحاجة لحد ما وقفت قدام فارس وسألته مين بلغ واكتشف الجريمة ازاي. وكان رده إن راجل عرباوي كان معدي بالجمال وشم ريحة دخانة خارجة من البيت، ولما دخل اكتشف الجريمة وبلغ. وبعد ما طلبته ووقف قدامي سألته اسمك وسنك. أنا أبو غالب من السواركة وعندي 60 سنة. قل لي يا أبو غالب، عايز أعرف منك تفاصيل اللي حصل. ما أنا قلت قبل كده يا سعادة الباشا، هو اللي هنقولوه هنعيدوه من تاني؟ لا معلش استحملني وقول لي. كنت معدي بالجمال والغنم ورايح لجماعة أصحابي، لمحت طرف غبرة خارجة من الديار، ولما رمحت لعنديها عرفت باللي حصل وبلغت. البيت ده بتاع مين؟ مش بتاع حد، تقدر تقول مهجور بقاله مدة، ومحدش سكنه غير الرحالة اللي يجوا يوم ويغيبوا 10. تمام، هتدي شوية تفاصيل للعسكري وتقدر تمشي بعدها. وبعد ما خرج بصيت لفارس وسألته عن التليفون، وزي ما كنت متوقع القاتل خده. وبعد ساعات قليلة وصل فريق الطب الشرعي والجنائي اللي قاموا بدورهم على أكمل وجه. ولما سألت إيناس عن تفسيرها للي حصل قالت: للأسف يا فندم، حتى الخيط اللي كنا ممكن نمشي عليه اختفى بمجرد ما الجمال والحيوانات أخفت أثر الأقدام، لكن في آثار لعجل عربية على المدق اللي هناك ده، والوقت ده معروف إن ما فيهوش حركة بسبب انعدام الإضاءة، والمكان زي ما حضرتك شايف كده ملوش معالم. واضح إن القاتل ذكي وعارف هو بيعمل إيه وإزاي يخفي الأدلة. طب إزاي قدر يستدرج المجني عليه لمكان زي ده؟ أكيد جابه هنا متخدر وبعدها كتفه ورمى عليه بنزين وحرقه، لأن لسه بقايا البنزين على الأرض. ولما انتهيت معاها وبصيت لدكتور ياسر اتكلم وقال: من الواضح إن القاتل حط شريط لاصق على فم المجني عليه قبل الوفاة، وده واضح من آثار التهيج حوالين الشفايف ومن بقايا المادة اللاصقة اللي لقيناها على الجلد. الفحص الأولي بيأكد إن الشريط اتثبت بإحكام، وده منع المجني عليه من الاستغاثة، وربما يكون اتخدر قبل الوفاة والشريط كان مجرد أداة تخوفاً من استيقاظه في أي وقت. ودي حاجة ما يفكرش فيها غير شخص عارف هو بيعمل إيه كويس. التقرير النهائي بعد التشريح هيحدد حاجات كتير. تمام، وياريت يكون في أسرع وقت. وقبل ما أرجع لمكتبي طلبت من فارس يتابع تحركات فتحي الفترة الأخيرة، وطلعت إذن لشركة الاتصالات لمعرفة سجل مكالماته هو وعزام، ويمكن كمان يكون القاتل تواصل معاهم وده سبب خوفهم وبعدهم عن بعض في الفترة الأخيرة. وبعد مرور 5 أيام كان تقرير الطب الشرعي النهائي على مكتبي، ولما سألت دكتور ياسر عن علامات المقاومة وهل في سبب تاني للوفاة غير الحرق، قال: بالنسبة لسبب الوفاة الفحص المعملي أثبت إن المجني عليه مات نتيجة الحرق المباشر. فيه علامات واضحة لحروق من الدرجة الثالثة في أجزاء كبيرة من الجسم، ودي اتسببت وهو حي، لأننا لقينا آثار استنشاق دخان واتساع في الشعب الهوائية، وده معناه إنه كان بيتنفس وقت ما النار اشتعلت فيه. كمان مفيش أي إصابات تدل على مقاومة شديدة، وده غالباً بسبب إن المجني عليه كان مكمم ومقيد قبل عملية الحرق. والمادة اللي لقيناها في دمه
بتأثر على الحركة والوعي وبتخلي الضحية شبه ميت وهو عايش، يسمع بس مش قادر يقوم، يشوف بس مش قادر يهرب. ودرجة تفحم الجثة تشير إن النار استمرت لفترة كافية لإحداث الوفاة بسرعة نسبياً، لكن برضو المدة كانت كافية تسيب آثار تدل إنه كان واعي في اللحظات الأولى قبل ما يفقد الوعي تماماً تحت تأثير المخدر. تمام، متشكر جداً يا دكتور. يوم يجر يوم ومفيش جديد، حتى أبانوب مختفي، لدرجة إن جالي شعور متضارب، لإما قتلهم واختفى، لإما للأسف مات. والعامل المشترك هدى. أنا لازم دلوقتي أعرف كل حاجة عنهم، لأن القاتل سابقني بخطوة، ويمكن دي الطريقة اللي تساعدني في اكتشاف هويته. نزلت الحارة بنفسي وبدأت أسأل أهل الحارة والجيران وحتى المجاذيب منهم عن علاقة فتحي وأبانوب وعزام ببعض، لحد ما قدرت أعرف إنهم ما كانوش بيتفرقوا لحد من فترة قريبة، وبعدها كل واحد شاف حاله، حتى السلام ما عادش حد فيهم بيرميه على التاني، وكأنهم اتقمصوا دور ولاد الحرام اللي باعوا العيش والملح. لكن من كلام الناس عنهم دول ما يفرقهمش غير حاجة كبيرة، حاجة هم عملوها سوا وخافوا يتكشفوا. وقبل ما ينتهي اليوم قررت أعمل حاجة أخيرة. خبطت على بيت سيكا، وكما هو متوقع كان سكران. طلبت منه يفوق، وبعدها بدأت كلامي معاه، واللي من خلاله عرفت إن اسم هدى ده عدى عليه قبل كده. على طرف لساني. هدى. أيوة، افتكرت يا باشا، دي واحدة جات الحارة من 5 سنين ومعاها جوزها ده كان راجل صايع، والصايع بيتلم على الشمامين اللي زيه، وأكيد انت عرفت أنا أقصد مين يا باشا. المهم إنه من فترة قليلة اختفى هو ومراته، والله أعلم راحوا فين. اسمه إيه الشخص دي؟ خبط بإيده على جبهته وردد، اسمه إيه؟ شش، قول الاسم على طول. أيوة، الريس عويس. تمام يا سيكا، تمام. وعويس ده كان شغال إيه؟ ما قلت لسعادتك إنه كان عيل شمام يبيع الحتة من هنا ويطلع يجيب منكرات والعياذ بالله. رفعت حاجبي بعد ما بصيت للكاس اللي على التربيزة وابتسمت. خرجت من عنده ورجعت على مكتبي، وبعد بحث في البلاغات المحفوظة وصل لساعات، ومع القهوة والتركيز وصلت للبلاغ اللي اتقدم عن اختفاء هدى وعويس. ولما ظهر أول عضو من جثة مرمية في الزبالة، المباحث قدرت تعثر على باقي أجزاء الجسم في أماكن متفرقة. ولما اتجمعت الأشلاء واتعمل تحليل DNA، طلعت لهدى واندفنت بعدها، والقضية اتأيدت ضد مجهول لعدم كفاية الأدلة. وبالنسبة لعويس استمر البحث عنه لشهور ومحدش قدر يعرف عنه حاجة لحد النهاردة. لكن في حاجة مهمة أتمنى تكون فاتت عويس وما خدش باله منها. أكاونت الفيسبوك بتاعه أكيد عليه ولو صورة له، وفعلا التفصيلة دي فاتته. لما بحثت عن الأكاونت لقيته، ودلوقتي أنا معايا صورة له، ورغم إنها صورة قديمة إلا إنها كافية إني أخرجه بعد السنين دي ولو وسط 1000. سمعت صوت خبط على الباب خلاني فقدت تركيزي. رديت بحزم، أيوة، أنا آسف على التأخير يا فندم، وآسف لو عطلتك. قل لي يا فارس، في جديد؟ الوزارة بتتابع بنفسها القضية، عايزين نلحق نقفلها قبل ما نتهاجم من الصحافة ويتهمونا بالتقصير. دي بقت قضية رأي عام، ولا أنت مش متابع يا حضرة الضابط؟ وجودي قدام سعادتك وبعد التأخير ده مش هيكون على مفيش. احنا قدرنا نعرف تحركات فتحي آخر كام يوم، وتحديدا يوم اختفائه،
ناس بيقولوا إنهم شافوه مع شخص غريب عنهم، لكن للأسف ما قدرناش نوصل لمكانه لأن الموبايل اتقفل في مكان الجريمة وما اتفتحش لحد دلوقتي. وبالنسبة لسجل المكالمات اكتشفنا إن في رقم رن عليه قبل اختفائه بربع ساعة، والرقم ده لشخص اسمه عويس، ولسه أبانوب ما ظهرش. عويس يبقى هو كده مفيش غيره، لكن يعمل كده ليه؟ وكان فين السنين اللي فاتت دي؟ ده اللي لازم نعرفه. أنا عايز تفريغ لكل الكاميرات اللي على حدود المنطقة، وفي أسرع وقت. احتمال كبير يكون عويس دخل الحارة متخفي، مستغل ضيق الحارة والزحمة. احنا بنسابق الزمن، وفي روح حياتها في خطر، ده لو لسه فيها الروح. وبعد 5 ساعات الحارة اتقفلت فيهم، والقوات شافت شغلها. نزلت بنفسي، وبعد أسئلة كتير ما وصلتش لحل، لحد ما لقيت شخص واقف بيتابع اللي بيحصل. بصيت له وشاورت له بإيديا إنه يجي، وسألته: واقف عندك بتعمل إيه؟ جسمه اترعش وبان عليه التوتر، وقال بتهته: في حاجة مهمة يا باشا عايز أقولك عليها بخصوص اللي داير في الحارة بقاله كام يوم، بس وحياة عيالي أنا ما عملت حاجة. بصيت له باهتمام وقلت: اهدى واتكلم، ولو التحقيقات أفدتت إنك ملكش في حاجة هتطلع، ما تقلقش. من قيمة كام سنة لقيت عزام جايلي وهدومه كلها تراب، ولما سألته مالك وإيه اللي عمل فيك كده، قال: أحكي لك كل حاجة بس آخد نفسي. بصراحة ما قدرتش أصبر، خصوصا من الحالة اللي كان فيها، وعرفت منه إنهم غدروا بعويس، اغتصبوا مراته ودفنوه وهو حي. بس والله العظيم يا باشا أنا ما عملت أي حاجة، اندفن حي. كلامه نزل عليا لجمني، يعني أنا دلوقتي بطارد شبح ولا إيه؟ رديت عليه وقلت: ليه ما قلتش الكلام ده من بدري؟ لأني كنت مسافر، ولما الموضوع سمع ومع تعب ابني اللي بين الحياة والموت نزلت، وكان لازم أخلص ضميري قدام ربنا يمكن يشفيلي ابني. كمل والدموع في عينيه. ربنا ما يوريك يا باشا حرقة قلبي على الواد. اتعاطفت معاه وما كانش قدامي غير إني أصدقه، لكن أصدقه إزاي وفي رقم باسم عويس رن على فتحي قبل اختفائه؟ ولو كان أبانوب كانت الناس هتتعرف عليه من بدري. الموضوع بيتعقد والخيوط بتتشد تتربط، والوقت بيمر والناس بتتكلم. رجعت مكتبي مصدع وعينيا مزغللة من قلة النوم. بعدها سمعت صوت خبط على الباب، ولقيت فارس داخل وبيديني فلاشة. خدتها من ايده، وبعد ما حطيتها في اللابتوب طلبت قهوة وولعت سيجارة، وبدأنا نتابع ونشوف تحركات الناس وهل فيهم عويس ولا لأ. مسكت صورته اللي طلعتها في ايدي وبدأت أدقق في الوشوش، وفارس معايا. وفجأة طلبت من فارس يوقف الفيديو ويعمل زوم على شخص معين. ركزت في الصورة ووش الشخص، اكتشفت إنه عويس. هو عويس، رغم إنه بقى رفيع وشعره أبيض ووشه اتملى بالتجاعيد، إلى إني أطلعه لو وسط 1000. شغلت الفيديو لحد ما وصل عند أول الحارة ودخل، والفيديو خلص. طلبت من فارس يقفل الحارة ويبعت لي كشف بأسماء المستأجرين، ولما خلصت اللي كلفته بيه والكشف بقى قدامي ما لقيتش اسم عويس. وده كان متوقع من واحد ذكي، أكيد ضرب بطاقة وحط اسم مستعار. وعلشان كده طلبت كل السماسرة والملاك وعرضت عليهم صورة عويس القديمة والشكل التصوري له بعد ما كبر. ودي عملتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. دخل أول واحد، ولما سألته عن المستأجرين الجدد ووريته الصورة ما قدرش يتعرف عليه، وضاف إن كل السكان اللي عنده قدام. وبعد ما دخل الحاج حسين سألته:
انت طبعا سمعت عن الحوادث اللي بتحصل الفترة الأخيرة، مش كده؟ ومين ما سمعش جنابك؟ ده مصر كلها عندها خبر باللي بيحصل عندنا. طب قولي، تعرف الشخص ده؟ رفعت الصورة وقربتها منه، لبس النضارة، وقبل ما يرد وريته الصورة التانية، بصلي ورجع بص للصورتين وقال بلهفة: أيوة أيوة يا باشا، ده مستأجر عندي. انت متأكد؟ يا بيه، ده أنا حافظ السكان نفر نفر، والشخص ده بالذات كنت مركز معاه شويتين لأنه غريب عن الحارة، وغير ده كله ما شفتلوش أهل ولا عيل ولا تيل ولا حتى مرة. عظيم، يبقى احنا لازم نتحرك حالا. خدت فارس ونزلنا الحارة، وأول ما وصلنا عند البيت واقتحمناه ما كانش له أثر، كأنه فص ملح وداب. لكني لاحظت إن في ريحة شياط جاية من المطبخ، ولما دخلت اكتشفت إنه كان بيعمل أكل، ولما حس بالخطر هرب وسابه. لكن الأكيد إنه ما بعدش ولا خرج من الحارة. خرجنا من الشقة وطلبت من العساكر تفتح عينها، لحد ما واحد منهم قال: في صوت جاي من على السطح ده يا فندم. ولما بصيت لفوق للسطح عيني جت في عينيه، اتوتر ورجله ما شالتوش. حاصرنا البيت وقدرنا اننا نقبض عليه. دي الحاجات اللي لقيناها في البيت يا فندم، وده تليفونه، وده تليفون فتحي، وتالتهم تليفون عزام. والسكينة دي لقينا عليها آثار لبقع دم ومحطوطة تحت مرتبة السرير. فرغلي كل اللي عليهم، والسكينة تطلع على المعمل الجنائي فوراً. تمام عليك. وبعد ساعات قليلة دخل فارس ومعاه اللي طلبته منه، وكان في أكبر دليل إدانة لعويس، وهو الشات اللي بينه وبين فتحي، وقبلها شات تاني بينه وبين عزام، واللي كله عبارة عن رسائل تهديد، في اعتباره شخص شافهم وهم بيقتلوا عويس وبيغتصبوا مراته في محاولة توقيعهم في شباكه. وموبايل فتحي كان عليه رسائل بينه وبين أبانوب بيعرفوا فيها إن عويس رجع وقتل عزام، وإنهم لازم يتصرفوا ويتعشوا بيه قبل ما يتغدى بيهم. وبعد ما قدر يستدرجوا خدروا وخدوا لمكان الوقعة، ده الاحتمال الأكبر. كده كل اللي عايز أوصله عرفته. لسه فاضل حاجة واحدة، وهي النقطة الفاصلة. عمل إيه مع أبانوب؟ ده اللي لازم أعرفه دلوقتي. طلبت من العسكري يدخله، اتنهدت قبل ما أقوله: أخيراً وقعت يا عويس، ده أنت دوختنا يا راجل. أنا عايزك تهدى وتحكي لي كل حاجة بالتفصيل. قتلتهم ليه؟ وفين أبانوب؟ أنا ما قتلتش حد سعادتك. لسه هتكذب؟ والموبايلات بتاعتهم بتعمل إيه عندك؟ والشاتات اللي بتكلمهم فيها ده تسميه إيه؟ رفع وشه لفوق وشد على إيديه لدرجة إنه عروقه برزت، وقال بنبرة حادة: أيوة قتلتهم، ولو رجع بيا الزمن هقتلهم 1000 مرة. دول شياطين الإنس، وأنا كده خدت بطاري ومش فارق معايا الجاي. عملت كده إزاي وليه؟ كمل بنفس الابتسامة ونظرة الفخر. هقولك يا باشا، عزام كان من السهل الوصول ليه، خصوصا إني عارف إنه جبان. أجرت شقة في الحارة باسم مستعار بعد ما ضربت بطاقة عند واحد معرفه علشان أبقى قريب منهم وأعرف تحركاتهم، وقدرت أجيب رقمه وبعت له الرسائل اللي سيادتك شفتها له هو وفتحي. ولما كل واحد فكر إن التاني بيشتغل له اتخانقوا خناقة كبيرة، واللي حصل كان في صالحي، لأني قلت إن لما نفذ هتلبس فتحي. انت مش قلت عزام جبان؟ ازاي قدر يقف في وش فتحي ويعوره؟ دايما كنت اسمع الناس وهم بيقولوا ما تخافش غير من الجبان، لأن ضربته بتيجي نتيجة الخوف، واللي زي ده ممكن يقتل من غير ما يحس. ولعلمك يا باشا، لو ما كنتش نفذت فتحي كان هينفذ علشان ينتقم من اللي علم عليه ويرجع يرفع راسه في الحارة من تاني. لكن الطار ما يجيبوش غير صاحبه، والدم ما بيتغسلش بالمية، بيتغسل بالدم. عزام بقى شاف الرسالة من هنا وسلم نمر من هنا. اتسحبت، ولما اتأكدت إن محدش شايفني نفذت. من قبلها كنت عارف إن الحارة ما فيهاش كاميرات. لبست الجوانتي في إيدي وبحرفية كسرت الشباك
ودخلت. كان نايم سطيحة زي ما بيقولوا. غرست حقنة المهدئ في رقبته، فز من مكانه، اتخض، صحي. حطيت المسدس على دماغه، ووقتها دفن راسه في الأرض واتخرس. فضلت أتفرج على نظرات الخوف في عينيه لحد ما مفعول المخدر اشتغل. جبت المخدة وحطيت عليها شوية مية وخنقته، وقبل ما أخرج حبيت أتأكد إن روحه راحت لجهنم، وبإيدي كملت عليه لحد ما اتأكدت إنه قطع نفس. وجبت سكينة وحفرت على جسمه اسمه هدى مراتي، وخرجت زي ما دخلت ورجعت البيت لا من شاف ولا من دري. أما بقى بالنسبة لفتحي كان الموضوع أصعب شوية. كلمته من موبايل أبانوب وبعت له رسالة إني محتاج أقابله في الخرابة اللي جوه الحارة علشان نخلص موضوع عويس سوا. وافق، ولما جه كنت أنا مستخبي. اتسحبت لحد ما بقيت وراه، وقبل ما يلف وشه كنت حاطط حقنة المخدر في رقبته. جسمه اترعش، وقعت، وبعد ما اتأكدت إن محدش شايفني حطيته في شنطة العربية واتحركت على الصحراوي. وهناك في البيت قعدته على كرسي خشب دبلان ومتكسر، كتفته بحبل ولزقت فمه. ولما بدأ يفوق رميت عليه البنزين، وقبل ما ولع فيه فضلت سايبه شوية يفكر في آخر لحظات موته. أنا كنت عايز أموته نفسيا الأول، وبعد ما شفت نظرات الرعب والفزع في عينيه حرقته حي. كان بيصرخ بدون صوت، جسمه كان بيدوب قدام عينيا. ما قدرتش أمشي غير لما اتأكدت إنه مات ومحدش هيلحقه. بعدها جرحت إيدي وكتبت على الجدار هدى. رديت بعد ما الدم طلع على نافوخي وقلت: انت شخص بشع ولسه، لكن يمكن لما تعرف عملت كده ليه تعذرني. مهما حصل ما يوصلكش انك تنتقم وبالطريقة دي. كنت ممكن تاخد حقك بالقانون بدل ما تضيع نفسك. انا ضعت خلاص يا باشا من يوم اللي حصل، وانا ما بقاش لي حاجة اعيش علشانها. نيجي بقى الأبانوب، وده اول واحد خلصت عليه. ولعت سجارة وخدت نفس منها وقلت وانا بخرجه بضيق: انت وعملت كده ازاي؟ وفين جثته؟ له على عملت كده ازاي يا باشا، مقدور عليها، لكن فين جثته دي صعبة شوية، لأن محدش هيعرف لها طريق جرة، لأني دفنته وهو حي زي ما دفني زمان. لكن زي ما بيقولوا عمر الشقي بقي. كلمته على أساس إني زبون وعايز أقضي، ولأن العيون كانت عليه كنت متوقع إنه هيتفق معايا على ميعاد التسليم في مكان متداري بعيد عن العيون والحيطان اللي ليها ودان، وده فعلا اللي حصل. لكن لما قابلني وقبل ما ينطق اتفاجئ بحاجة بتتبخ في وشه، وقبل ما يطلع المطوة من جنبه كنت ضربه بصخرة على دماغه، فحرته ورميته في الحفرة وسبته ومشيت بعد ما دفنت مكانته جنبه. كان ممكن تاخد حقك بالقانون وتعيش الباقي من عمرك في سلام وتبدأ حياة جديدة، لكن انت اخترت طريق الشيطان، وطريق الشيطان دايما بتكون آخرته الهلاك. بص يا باشا، التلاتة دول أنا كنت معتبرهم إخواتي اللي طلعت بيهم من الدنيا. آمنت لهم على مالي وعرضي، ودخلوا بيتي وكلوا عيشي، لكنهم طمعوا واستكتروا عليا فرحتي. وطمعهم ما كانش في الفلوس، لأ، كان في مراتي. كنا قاعدين سوا في المكنة بتاعتنا، يقوم شيطانهم يسوقهم ويرنوا عليا من ورايا. يتقال لها إيه بقى؟ إني عملت حادثة ومحتاج أشوفها، وطبعا جت جري، وقبل ما تنفض من وجودها كنت متكتف. ما قدرتش عليهم لأني تقلت في الشرب. شفت مراتي وهم بيغتصبوها واحد ورا التاني، وأنا لا حول لي ولا قوة. وبعد ما خلصوا أغمى عليها، ومعرفتش بقت لها غير بعد فترة. لا وإيه، يقطعوها حتت، وكل حتة تترمي في زبالة شكل، وكأن اللي حصل فيها ما كفهمش. إنما أنا اندفنت وأنا حي، واللي شافني راجل كان معدي صدفة وما قدرش ينطق لي يموت. استناهم يمشوا وخرجني. اختفيت فترة طويلة لحد ما قدرت أرجع، وكنت حاطط خطتي.
خطتي اللي لازم تنتهي بموتهم. خدت آخر نفس من السيجارة وقلت: رغم اللي انت قلته، إلا إنه مش هيشفع لك قدام القاضي وهتتعدم. بصلي والدموع نازلة من عينيه وقال بنبرة كلها حزن: أنا مت مرتين قبل كده باشا، مرة لما اغتصبوا مراتي قدام عينيا، ومرة لما دفنوني وأنا حي. ما عدتش ليا حاجة أعيش علشانها. أنا خلاص براءة قدام نفسي وقدام مراتي لما قابلها. لكن كان نفسي أفهم ليه عملوا كده. دول كانوا اخواتي وكلوا عيشي وملحي. الشيطان بيرمينا على سكتين، والاتنين فيهم هلكنا، وهم اختاروا سككهم وانت كمان اخترت. وبعد أيام قدرنا نعرف المكان اللي دفن فيه أبانوب، وتم تسليم الجثمان لأهله. وبالنسبة لعويس اتحكم عليه بالإعدام عشان تنتهي قضية من أبشع القواضي اللي اشتغلت عليها. قضية بدأت بالخيانة وانتهت بالدم.